مبروك دكتور احمد عبد الله على النجاح الجبار اللي حصل ده. الحمد لله. كنت متوقع انك تنجح بالطريقه دي؟ كنت متوقع كرم ربنا على المسلسل ككل، عشان الثنائيه دي ثنائيه ربنا موفقها. يعني الاستاذ الكبير محمد سامي مع النجم محمد رمضان، ثنائيه جميله جدا جدا جدا. والاستاذ محمد سامي كمخرج، مخرج بيعرف يوصل الحاجه للجمهور وبيحس بالناس كويس قوي، فبيعرف يوصل. فكنت واثق من كرم ربنا وواثق من الاثنين الحمد لله. الغريب انك حتى وانت بتتكلم ما شاء الله براءه عليك رفعت حاجه بتأذي. يعني هي هي مرفوعه كده يعني. الحمد لله الحمد لله ان يوصل للناس. قدرنا. وهنا زي ما بقول لك السكريبت، السيناريو مكتوب حلو قوي لدرجه ان انت بمجرد ما بتقرا السيناريو بتعيش الشخصيه. طبعا. عايز اعرف رد فعل الشارع معاك ايه، وخصوصا بعد ما رخمت على احمد داش وبعد ما رخمت على وداع، يعني انت ما سبتش حد ما رخمتش. رد فعل الشارع كله، الناس بتقابلني احنا بنكرهك في المسلسل، بس محبتهم الشعب المصري بيعرف يعبر عن مشاعرهم. مبسوطين جدا لما بيقابلوني، وان هم يعني ازاي انت قدرت تفصل ما بين ده وما بين ده، فبيبقوا سعداء وكلهم حب الحمد لله. بعدين هو جعفر العمدة عامل حاله عند الناس، وعامل حاله عند البيت المصري، كان الحمد لله والشكر لله حبهم في كل مكان بيبان الحمد لله.